كتير سألني في الفيديو السابق عن المريض اللي عنده HIV و HCV هياخد علاج الضرن ازاي؟ يعني اللي عنده مشاكل في الكبد هياخد علاج الضرن ازاي؟ لأن علاج الضرن توكسيك للكبد أو مضر للكبد. هنا يتدخل العلم، في أدوية بديلة لا تسبب مشاكل للكبد، لكنها أقل فاعلية طبعا وبتحتاج وقت أكبر، وبعض الأحيان قد تكون حقن مش أدوية بالفم. فلازم نعرف الأدوية الأساسية هي أفضل أدوية وأسهل أدوية في طريقة الأخذ، ولكن لو اضطرتنا الظروف ناخد أدوية أخرى بسبب مشاكل الكبد بناخد. والعيانين في الغالب بيتقسموا ل3 عيانين، واحد بياخد 2 هيباتوتوكسيك دراج، يعني بياخد دوايين مسببين لسمية للكبد، أو ياخدوا دواء واحد مسبب سمية للكبد، أو ياخدوا أدوية ما فيهاش دواء بيسبب أي مشاكل في الكبد بناء على مشاكل الكبد اللي عنده وحدتها وشدتها. فلو واحد عنده ضرن وعنده مشاكل في الكبد برضه بياخد علاج الضرن، ولكن العلاج بيتظبط لكل شخص على حدة، مش زي الناس اللي ما عندهمش مشاكل في الكبد. بياخدوا العلاج العادي المشهور اللي هو ال4 أدوية INH والبيريزينا والإثامبيتول والريفامبيسين. فلو عندك مشاكل في الكبد لازم تتواصل مع الدكتور عشان يظبط لك العلاج المناسب ليه، لأن كل واحد بيتظبط له علاجه على حدة على حسب تحاليله ومشاكل الكبد اللي عنده. والسلام عليكم.